بينا نعمل الكفتة بالرز في البيت من الألف للياء. كفتة في البيت من أول اللحمة المفرومة لغاية ما تطلع معانا كفتة بالجمال اللي انت شايفاه ده. بس لو أول مرة تشوفيني ولسه ما اشتركتيش في القناة، انزلي نورينا واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس خليه على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي. وتعالوا بينا يلا نخش على الطريقة ونشوف هنعمل الكفتة بتاعتنا الجبارة دي ازاي. نعمل مع بعض الكفتة بالرز في البيت من الألف للياء. بنجرد الكبة بتاعتنا دي، لو ما عندناش الكبة ممكن تعمليها في مطحنة الخلاط. تعالوا بينا نخش على الطريقة ونشوف هنعملها ازاي. اشتغل على نص كيلو لحمة، هحط على نص كيلو لحمة بصلاية متوسطة بالشكل ده كده. هقطعها. قطعنا البصلة بالشكل ده كده خضرة مشكلة، نص حزمة من كل حاجة، من الشبت والكزبرة والبقدونس. هضيفهم برضو معايا على البصلة بالشكل ده كده كبيرة. هحط عليهم نص معلقة كبيرة توم، والبصل والخضرة والثوم مع بعض ونرجع تاني. ضربنا الخضرة كده والبصل والثوم مع بعض، هبتدي انزل عليهم باللحمة المفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة. خلطت اللحمة مع الخضرة والبصل بالشكل اللي انت شايفاه ده كده والثوم. ننزل بيه كده في الصينية، ولازم تكون اللحمة حمرا ما يكونش فيها نسبة دهون. يعني بصي في حتة هي لسه مختلطتش، بصي اللحمة حمرا ازاي، ما فيهاش دهن. تمام. نص كيلو اللحمة المفرومة هنحط عليه نص كيلو من دقيق الرز. ده دقيق رز يا جماعة، هنزل شوية بشوية كده. بتجيبيه من عند العطار. لو ما فيش دقيق رز بتجيبي الرز نص كيلو رز بلدي عادي، بتديله شطفة خفيفة قوي تحت المية، تسيبيه لغاية ما يتنشف شوية، وبعد كده تقومي طحناه شوية بشوية في مطحنة الخلاط، وبعد كده تنخليه عشان تضمني ان هو يكون ناعم خالص. كده خلطنا الدقيق بتاع الرز اللي معانا مع كمية اللحمة والخضرة والبصل والثوم. هبتدي اخد حتة حتة بقى كده واحطها في الكبة بتاعتي بالشكل ده كده، واخلطهم مع بعض عشان كل حاجة تتجانس مع بعضها. انا لسه ما حيقتهاش. كده حطينا اللحمة وخلطناها مع بعض واديتها وشين بالشكل اللي انت شايفاه ده كده في الكبة. تعالوا بقى نحيقها مع بعض. هحط عليها معلقتين صغيرين ملح فلفل او معلقة كبيرة بالشكل ده. هحط عليها كمان معلقة صغيرة فلفل اسود، وهحط عليها نص معلقة صغيرة بهارات لحمة او اللي هي السبع بهارات. معلقة صغيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر هنا يا جماعة جميل جدا وبيخليها تبقى مش مكتومة كده، تبقى هشة من جوه. هنقلب بقى كده كل الكفتة دي مع بعض كويس قوي، واضمن انها كلها اتحيقت. وبعد كده هنصبحها ونقليها مع بعض. تعالوا نعمل التقليه بتاعت الكفته كده واحنا واقفين بالمره، على بيت ما سبت كده الكفته حوالي نص ساعه في التلاجة تريح قبل ما اصبحها. جبت معايا بصلتين هنا متوسطين، خرطتهم بالشكل ده كده، وهبتدي احمرهم بسمنه او بزيت على حسب ما انت بقى ما حابه. البصله احمرت كده معايا، هبتدي انزل عليها بالطماطم اللي معايا. معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره سكر. اسيبها بقى واسيبها كده تاخد غلوتين على بيت ما الكفته تكون اتحمرت معانا. هننزل بيها في الكفته. الكفته اهي صبعناها وطلعت معانا بالشكل ده. ده نص كيلو اللحمه اهو، عمل معانا كميه ما شاء الله مش قليله. تعالوا بقى نحمره مع بعض ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي واحنا بنحمره. خلي بالك بصي هي هنا مش هتكش معانا خالص، بصي حجمها قد ايه. هنقليها ولا هتكش ولا اي حاجه. الصلصه خلاص كده خدت معايا غلوتين، وادي الكفته اهي اللي حمرناها هنبتدي ننزل بيها على الصلصه. خلي بالك بقى عشان مش هتاخد وقت كتير في السوى. اللحمه اللي معانا صغيره مش كبيره، وفي نفس الوقت كانت كلها يا جماعه لازم اللحمه بنأكد تاني تكون حمرا، ما يكونش فيها نسبه دهون عشان ما تفكش معاكي في الصلصه. الشبت والكزبره والخضره والبصل وكل حاجه كنت غسلاها ومنشفاها، ما يكونش فيه اي نقطه ميه عشان ما تساعدش على ان اللحمه تفك معانا. خلاص كده هظبط حيقها
واغطيها. مش هتاخد حوالي 10 دقايق بس بالكتير قوي على النار، وهنلاقيها استوت معانا، ونقدمها مع بعض ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. الكفتة استوت اهي يا جماعة، وطلعت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما خدتش اكتر من 10 دقايق على النار، لان اللحمة كانت صغيرة زي ما قلنا، وما خدتش وقت خالص. شايفة شكل الكفتة عامل ازاي؟ مستوية، طعمها في منتهى الجمال. شايفة الكفتة؟ روعة روعة روعة. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبتك الطريقة ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وتفعلي زر الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهاتي. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.